السيدة بابوشكا ورجل المظلة شخصين ظهروا في نفس اليوم ونفس المكان والتوقيت، والاتنين مفيش بينهم أي صلة، ولكن ظهورهم كان غريب لأنه كان وقت حادثة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي اللي حصل في 22 نوفمبر سنة 1963 في مدينة دالاس في ولاية تكساس. والأغرب كان اختفائهم بعد حادثة الاغتيال. هنتعرف النهاردة على قصة السيدة بابوشكا ورجل المظلة، وهل تم التعرف عليهم ولا لسه شخصياتهم مجهولة لحد النهاردة. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا ماضي ودي قناتكم براند. السلام عليكم. هنبدأ بقصة رجل المظلة. وقت مرور الرئيس الأمريكي جون كينيدي بعربيته المكشوفة هو والمرافقين اللي معاه في شوارع المدينة، وقبل ما يتضرب النار عليه بلحظات كان في ناس كتير واقفين على جوانب الشارع مستنيين يشوفوا الرئيس الأمريكي علشان يحيوه. ولما الموكب قرب من المكان اللي كانت الناس موجودة فيه بدأوا يشاوروا للرئيس، في منهم كان بيشاور بأعلام صغيرة أو بمناديل أو بإيديهم أو حتى بالطواقي بتاعتهم، ما عدا شخص واحد وده كان ماسك شمسية. لحد دلوقتي عادي ومفيش مشكلة، بس الغريب إن اليوم ده الجو كان كويس جدا، يعني مش محتاج لشمسية أصلا. ووقت ما وصل الرئيس جون كينيدي عند مكان معين الشخص ده فتح الشمسية وبدأ يرفعها وينزلها ويلفها، وفي ساعتها بدأ ضرب النار على الموكب. وقتها حصلت حالة من الفوضى في المكان لكل الموجودين ما عدا رجل المظلة وشخصية تانية هنتكلم عنها كمان شوية، لأن رجل المظلة مشى من المكان بهدوء وراح قعد جنب شخص تاني على جنب الطريق بعد ما قفل شمسيته، وبعدها اتحركوا ناحية مخزن الكتب المدرسية في تكساس، وده المكان اللي اتضرب منه النار على الرئيس جون كينيدي عن طريق لي هارفي أوزويلد. وكل اللي قلته ده اكتشفوه بعد مراجعة اللقطات المصورة للحادثة سواء صور أو فيديوهات، وأكتر حاجة اعتمدوا عليها كان فيلم ذا براودر. شافوا في الصور والفيديوهات دي إن رجل المظلة رجل مظهره عادي، لابس بدلة سودا بس كان بيتحرك بقلق وارتياب قبل وصول الموكب، وشمسيته كانت مقفولة، ومع إنه كان أقرب شهود العيان لقتل الرئيس بس الشرطة ما حققتش معاه لأنه ببساطة مشى بهدوء وما كانوش عارفين مين ده، وأطلقوا عليه اسم رجل المظلة، وفضل الاسم ده الوحيد المعروف للشخصية المجهولة دي لمدة 15 سنة. وفي ناس كتير كانت شاكة فيه وقالوا إن مفيش إلا تفسير واحد، وهو إن رجل المظلة ده جزء من المؤامرة. في منهم قالوا إن الراجل عطى إشارة علشان يبدأ ضرب النار على جون كينيدي أو يعرفهم إنهم أصابوا الهدف، والبعض التاني كانوا شايفين إنه لعب دور أكبر من كده، وهو إنه كان مخبي سلاح جوه شمسيته. وفي سنة 1978 نشر ريتشارد سبراج وروبرت كاتلر رسم تخطيطي لآلية وجود سلاح جوه الشمسية، ومش بس كده، ده كمان ازاي اتضربت منها القذيفة. وبسبب كل ده في نفس السنة بدأت لجنة التحقيق في الاغتيالات التابعة لمجلس النواب الأمريكي تنشر صور رجل المظلة في الجرايد، وتطالب الجمهور بإن أي حد يعرفه يفيدهم بأي معلومات عنه. وبلغ واحد من أصحاب رجل المظلة عنه في السر، وتعرف أخيرا مين هو رجل المظلة: لويس ستيفن وايت، أو المعروف برجل المظلة، مندوب مبيعات في مجال التأمين. كان عنده 39 سنة وقت حادثة اغتيال جون كينيدي، وقال لويس إنه استغرب الربط اللي تم بين الحركة اللي عملها بالشمسية وبين إطلاق النار على جون كينيدي، وقال إنه كان فعلا يقصد يوجه رسالة معينة من الحركة اللي عملها بالشمسية بس غير عملية ضرب النار ده خالص. فهو قال إنه اشترى الشمسية علشان يضايق كينيدي ويوصل له رسالة بعدم الرضا عنه. طب ازاي؟ وايه علاقة الشمسية بعدم الرضا عنه اصلا؟ قال ان جوزيف كينيدي ابو الرئيس جون كينيدي كان زمان بيعتبر واحد من انصار رئيس الوزراء البريطاني نيفل تشامبرلين، واللي كان بيحاول يرضي هتلر بأي طريقة، ولأن تشامبرلين كان مشهور بشمسيته السوداء لدرجة إنه لما اتبنى جدار برلين سنة 1961 اللي هو في بداية حكم كينيدي بعتت مجموعة من أطفال المدارس شمسية سوداء للبيت الأبيض مكتوب عليها تشامبرلين، وإن كل اللي حصل ده كان صدفة. هو كان شايل شمسية سودا وقت مرور كينيدي، ولكن دي مش مؤامرة، وإنه ندم على إنه كان عايز يضايق جون كينيدي في الوقت اللي اتقتل فيه وسط الناس. ودي كانت شهادة لويس ستيفن وايت، وما توجهلهوش أي اتهامات رسمية. وفي النهاية قال: أعتقد لو أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كان لديها قائمة بأسماء الأشخاص الذين يظهرون في المكان الخطأ في الوقت الخطأ ويفعلون الشيء الخطأ، لكنت متصدرا هذه القائمة دون أن يقترب حتى من مرتبة أي منافس آخر.
والشخصية التانية السيدة بابوشكا. من شوية لما قلت إن وقت الحادثة حصل حالة من الفوضى في المكان لكل الموجودين ما عدا شخصية تانية، الشخصية دي هي السيدة بابوشكا. فبعد أيام من اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي، بدأت المخابرات الأمريكية CIA بتحليل فيديوهات حادثة الاغتيال عشان يتفاجئوا بحاجة غريبة، وهي ست غامضة واقفة على بعد أمتار من عربية كينيدي وقت اغتياله، لابسة بلطو بني وشال على راسها ونضارة شمس. وما كانتش دي الحاجة الغريبة الوحيدة، فهم اكتشفوا إنها كانت شايلة كاميرا وبتصور بيها حادثة الاغتيال، وإنه لما حصل ضرب النار الناس كلها طلعت تجري، وفي منهم اللي انبطح على الأرض خايفين على عمرهم من ضرب النار، ولكن دي الوحيدة اللي فضلت ثابتة في مكانها وبتاخد صور زي ما هي بشكل طبيعي جدا، وكأنها كانت عارفة إيه اللي هيحصل. وفضلت لمدة 5 دقايق بتصور وسط ذعر الناس اللي حواليها، وشوية ومشت بمنتهى الهدوء، اللي هو تقريبا خلصت مهمتها اللي هو تصوير الحادثة واختفت. وطبعا اعتبرت المباحث الفيدرالية ال FBI إن الست دي مثيرة للشبهة بسبب تصرفاتها وتحركاتها الغريبة، وخصوصا إن الهدوم اللي لابساها بلطو طويل بيخفي أي تفاصيل لجسمها، وشال أو طرحة على راسها ونضارة شمس علشان تخفي ملامحها. حاول ال FBI في البداية إنهم يدوروا عليها ويوصلوا لها بكل الطرق، لدرجة إنهم استجوبوا مئات الأشخاص اللي كانوا موجودين في مكان الحادثة، ولكن لما فشلت محاولاتهم للوصول ليها أو إنهم حتى يعرفوا معلومة واحدة عن الست الغريبة دي، في النهاية قرروا ينشروا صورها في وسائل الإعلام، في الصحف والجرايد وقنوات التلفزيون، ويوجهوا نداء ليها بإنها تسلم نفسها علشان يتحقق معاها، وتكشف عن هويتها وسبب وجودها وقت الحادثة، وتسلم كل الصور أو الفيديوهات اللي صورتها، لأنها كانت أقرب واحدة بتصور من مكان الحادثة. وفي نفس الوقت طلبوا من الشعب الأمريكي لو أي حد يعرف عنها أي معلومات لازم يبلغ بالمعلومات اللي يعرفها. وأكدت المباحث الفيدرالية إن الست دي ممكن تكون عارفة أسرار عن حادثة اغتيال كينيدي محدش يعرفها إلا هي والكاميرا اللي صورت بيها. ومرت الأيام ولكن الست دي ما ظهرتش، والأغرب إن محدش من الشعب الأمريكي كله اتعرف عليها. بس هي مين الست اللي فشلت المباحث الفيدرالية وحتى CIA أكبر جهاز مخابرات في العالم عن تحديد هويتها؟ وإزاي ما تعرفش عليها ملايين من الشعب الأمريكي في أهم قضية اغتيال في التاريخ؟ ولحد دلوقتي محدش قدر يتعرف عليها ولا يعرف مين دي. وبالنسبة لاسم السيدة بابوشكا فهو اسم مستوحى من لبسها، لأنها كانت لابسة شال أو طرحة على راسها من طراز مميز خاص بالستات الروسيات الكبار في السن أو الستات الكرويين في روسيا، وأطلقوا عليها اسم السيدة بابوشكا لحد ما يقدروا يتعرفوا على اسمها الحقيقي. وفي سنة 1970 ظهرت واحدة اسمها بيفرلي أوليفر من جوشوا، وادعت إن هي السيدة بابوشكا، وقالت إنها صورت حادثة الاغتيال بالفيديو بشكل كامل، وإن بعد الحادثة على طول جالها 2 من المباحث الفيدرالية وإنهم أخدوا شريط الفيديو والكاميرا اللي صورت بيها الحادثة. وقالت إنها ما طلبتش منهم الكشف عن أوراقهم وخافت يتقبض عليها لأنه في وقتها كان معاها ممنوعات، وإن الراجلين قالوا لها إنهم هيحتاجوا الفيلم لمدة 10 دقايق بس وبعدها يرجعوا لها الكاميرا، ولكن ده ما حصلش. وقالت إنها عرفت بعد كده إنهم كانوا محتالين، وعلشان كده خلت الموضوع سر ومرضتش تتكلم خالص، وإنها كانت خايفة تسلم نفسها طول الفترة دي علشان ما تتعرضش للاعتقال. ولما سألوها عن نوع الكاميرا قالت إنها كاميرا ياشيكا سوبر 8، وقالت إنها تعرف جاك روبي، وجاك روبي هو الشخص اللي قتل المتهم الرئيسي في قضية اغتيال جون كينيدي اللي هو لي هارفي. اللي حصل إن بعد يومين بس من اغتيال كينيدي كان التلفزيون بيصور المتهم باغتيال كينيدي لي هارفي، وتهجم عليه واحد اسمه جاك روبي وقتله بمسدس. ولكن الشرطة قدرت تثبت تناقضات كتير في كلام بيفرلي، زي مثلا الكاميرا اللي قالت إنها صورت بيها الحادثة تم إنتاجها سنة 1969، يعني بعد 6 سنين من حادثة الاغتيال، ولكنها فضلت متمسكة بروايتها وقالت إن ده كان إصدار تجريبي من الشركة وإنها جابتها قبل ما تتعرض في الأسواق. ده غير إنها وقت الحادثة كان عندها 17 سنة. وبالرجوع لصور السيدة بابوشكا لقى المحققين إن اللي ظاهر في الصور قدامهم بيبين إن السيدة بابوشكا كبيرة في السن، وكمان في اختلافات كبيرة بين جسم وهيئة السيدة بابوشكا وبيفرلي. وفي النهاية اتعرف إنها بتكذب علشان عايزة تتشهر، وهي فعلا اتشهرت لأن اسمها بقى مرتبط بلغز السيدة بابوشكا. ولحد النهاردة محدش قدر يوصل لمين هي السيدة بابوشكا، وطلعت نظريات كتير. ناس قالت إنها كانت جاسوسة روسية وإنها كانت عارفة إن جون كينيدي هيتقتل وراحت تصور الحادثة، وفي قالوا إنها كانت شايلة بندقية مش كاميرا، وكانت مشاركة في قتل كينيدي وتأمين القاتل، وإنها مسؤولة حكومية. وخصوصا إن المتهم الرئيسي لي هارفي نفى تماما قتله لجون كينيدي، وحتى لما اتقتل كان بعد يومين بس من حادثة قتل كينيدي، وما لحقوش يحققوا معاه كويس ولا اتحاكم. وغيرهم قالوا إنه كان جاسوس وتنكر في زي واحدة ست.
وناس تانيين قالوا إن كلام بيفرلي أوليفر كان صحيح وتم تحويره علشان بعض الجهات ما تتورطش في الحادثة، وغيرهم قالوا إنها واحدة مسافرة عبر الزمن جاية من المستقبل وجات علشان توثق عملية قتل كينيدي. وفضل لحد النهاردة اسم السيدة بابوشكا مرتبط بالشخصية الغامضة دي، وفشلت كل محاولات الوصول ليها. وكده خلصت قصتنا النهاردة عن السيدة بابوشكا ورجل المظلة. عرفوني رأيكم في التعليقات، انتوا مع أنهي نظرية من النظريات اللي حاولت تفسر مين هي السيدة بابوشكا؟ وهل اقتنعتوا بتفسير رجل المظلة ولا لأ؟ ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا برضو في التعليقات. شكرا على المشاهدة، مستنية آرائكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول.